مرحبا جميعا، أهلا بكم مجددا. اليوم عندنا أخبار كبيرة لمحبي بوروتو. بعد انتظار طويل لمدة عامين أصبح الأمر رسميا أخيرا، أنمي بوروتو سيعود. وقد أكد استوديو بيرو على موقعهم الرسمي أن إنتاج بوروتو قد استؤنف، وهذا الفصل التالي سيحمل عنوان بوروتو أن 2 بلو فورتكس، سمي على اسم تكملة المانجا لبوروتو ناروتو الأجيال القادمة. الآن يأتي هذا الإعلان بعد الكثير من التكهنات والصمت، لذا من الرائع أخيرا سماع شيء ملموس. لكن السؤال الأكبر الآن هو ماذا نتوقع بالضبط من هذا الموسم الجديد؟ أن نبدأ بما نعرف. ستستمر 2 بلو فورتكس في قصة بوروتو من حيث توقفت السلسلة الأصلية في مارس عام 2023 بعد 6 سنوات قوية بدأت في 2017. ولكن هنا تكمن المفاجأة. لا يزال من غير الواضح ما إذا كان هذا الأنمي الجديد هيلتزم بشكل وثيق بالمانجا أو هيتبع نفس النمط اللي اتبع المسلسل الأصلي مع الكثير من المحتوى الأصلي للأنمي بين الفصول الرئيسية. بصراحة هي تفاصيل مهمة جدا. كان معجبو المانجا يأملون في الحصول على تكييف مخلص، خاصة أن 2 بلو فورتكس يتعمق في نغمة أكثر قتامة ونضجا لشخصية بوروتو والقصة العامة. لكن حتى نحصل على إعلان تشويقي أو تحديثات أكثر سيتعين علينا الانتظار لنرى. أما بالنسبة لتاريخ الإصدار فما زال ذلك غير معلن. لم تكشف استديو بيروت عن موعد عرض 2 بلو فورتكس أو عدد الحلقات أو حتى أي من مؤدي الأصوات سيعودون، لكنهم قدموا لنا قائمة كاملة بالطاقم الرئيسي المتورط، وهناك بعض الأسماء المألوفة التي قد يتعرف عليها المعجبون. سيتم إخراج المسلسل من قبل ماسايوكي كوداي، وتقوم ماسايا هوندا بتنسيق تأليف السلسلة. تصميم الشخصيات في أيدي تيتسويا نيشيو وهيروفومي سوزوكي، والموسيقى التصويرية من جديد من تأليف ياسوهارو تاكاناشي، مما يعد بالتأكيد نقطة بارزة. لذا نعم، يبدو أن بيرو يجمع فريقا قويا لهذه المشروع، وهو ما يعزز التوقعات بالتأكيد. أنتان سان سيرن سالسون عايز بسربين أفريد كنا سيتم عرض هذا الموسم الجديد أسبوعيا، أما السلسلة قديمة أو اتخاذ نهج موسمي. بالنظر إلى مدى قرب الأنمي من محتوى المانجا وحقيقة أن المانجا تصدر مرة واحدة في الشهر فقط، يعتقد الكثيرون أن التنسيق الموسمي هيكون أكثر ذكاء. فكر في شيء مثل بليتش حرب الدم الألفية، حيث يركزون أكثر على الجودة بدلا من الكمية. دارسترين ذا النهج صراحة لأنه مانع الانتظار لفترة أطول بين الحلقات أو حتى بين المواسم، خاصة إذا كان ذلك يعني الحصول على رسوم متحركة أنظف وإيقاع أكثر تماسكا واقتباسا أكثر وفاء. بعد كل الانتقادات التي تلقاها أنمي بوروتو الأول بسبب الحلقات المليئة والمشاهد المتحركة الغير متسقة، قد تكون هذه فرصتهم لرفع مستوى السلسلة بشكل حقيقي. وخلاصة الأمر أن بوروتو الدوامة الزرقاء المزدوجة تحت الإنشاء رسميا، وهذا بحد ذاته يستحق الاحتفال. ورغم أننا لا نملك نافذة لإصدار العرض حتى الآن، فإن معرفة أن المشروع نشط وأن الفريق يتجمع بالفعل هو فوز كبير للمشجعين. أخبرني برأيك في التعليقات. هل أنت متحمس ل2 بلو فورتكس؟ هل تعتقد أنه سيتبع المانجا بشكل أقرب أم أننا على موعد مع موجة جديدة من المحتوى الأصلي؟ وهل تفضل صيغة موسمية أقصر أم الإصدار الأسبوعي الكلاسيكي؟ شكرا على المشاهدة. هذه كانت سيفان، وكما هو الحال دائما تابعونا لمزيد من التحديثات. نلقاكم في الفيديو القادم.